هو ده شارع البطنية ولا اللي بعده؟ ها؟ شارع البطنية ده ولا اللي بعده؟ مشوار تبع شمال ثاني حاره يمين. بس انا ممكن اخش من اول الشارع من هنا، صح؟ خذ يا حاج كده اطلع الدراسه كده. ده تطلع الدراسة؟ اطلع من هنا اقول لك خش ورا الجامع بالشمال. ثاني حاره يمين خش فيها. ماشي. طيب اهو. هي البطنية كده الشارع ده؟ عايزة تعدي في الشارع نفسه. الشارع ده الميدان. ده وفي ميدان تاني فوق انت فوق فين؟ اللي فوق. الوسعات كبيره. ايوه زي ما انت حبيبي تسلم. يبقى اللي فاتت دي الوسعية الصغيرة واللي جاية دي الوسعية الكبيرة. ده البطنية بقى، يعني دي قلب البطنية من جوه. هو ده أخطر شارع. هو في وسعية تانية صغيرة في البطنية جوه؟ تحت ها؟ أمال كده يطلعني على فين؟ خلاص. لكن تحت كده الوسعية واطلع على الأزهر صح؟ شمال كده ها؟ على طول اخر يمين يقابلك وانزل على تحت تلاقي الوسعات الصغيره، تلاقي فيها الشمال تاني تاخد اليمين على طول. ده يطلع. البطنية جولة النهاردة في أخطر شارع في مصر وهو البطنية. احنا دلوقتي على الصف التاني بنصور مسجد الأزهر أو جامع الأزهر، وطبعا ده هيبقى ليه قصة لوحده وهنتكلم عليها في وقت تاني. تحت كده هو هنروح ناحية العتبة، ولو هنطلع لفوق هنروح في الاتجاه بتاع الدراسة. نعدي الصف التاني ناحية جامع الأزهر ونخش شارع البطنية ونتكلم على أخطر شارع في مصر. سلام بقى سعيدة وكده. هو ده شارع البطنية ولا اللي بعده؟ ها؟ شارع البطنية ده ولا اللي بعده؟ مشوار تبع شمال ثاني حاره يمين. بس أنا ممكن أخش من أول الشارع من هنا صح؟ خذ يا حاج كده اطلع الدراسه كده. ده تطلع الدراسة؟ اطلع من هنا اقول لك خش ورا الجامع بالشمال. ثاني حاره يمين خش فيها. ماشي. طيب اهو. في أواخر الستينات وأول السبعينات بدأت انتشار تجارة المخدرات في البطنية. بدأ يكون ليها اسم كبير، والشارع بدأ يكون ليه اسم وليه سمعة في تجارة المخدرات. وانتشرت سمعة البطنية بالذات بعد عرض الفيلم البطنية سنة 1980. الفيلم خلى الاسم مرتبط في ذهن الناس بالخطر، حتى بعد ما الموضوع اتغير بالتدريج وبدأ يقل. في نص الثمانينات حصلت حملات كتير جدا على البطنية وشارع البطنية، وبدأ النشاط فيها يقل ويختفي بالتدريج.
بس السمعة فضلت موجودة في ذاكرة المصريين أكتر من الواقع نفسه. هو زي الحاج ما وصف لنا، قال لنا خشوا شمال في تاني يمين. احنا دخلنا شمال وده أول يمين أهو، هنعدي الشارع ده والمفروض نخش الشارع اللي بعده، يبقى دي بداية البطنية. الشارع اللي جاي ده كده أول البطنية على ما وصف لنا الحاج، اللي هو اليمين اللي جاي ده على طول كده. تعالوا نتكلم على شارع البطنية وعلى تاريخ شارع البطنية وليه اتسمى بالاسم ده. الشارع ده كان زمان اسمه مرعب، مجرد حد يقول البطنية الناس كانت بتخاف. ولكن السؤال هنا، هل فعلا كان أخطر شارع في القاهرة ولا لأ؟ ولا الحكاية أكبر من اللي كانت بتتحكي؟ تعالوا نعرف حكاية وتاريخ الشارع. هو البطنية الشارع ده ولا الشارع اللي بعده؟ على طول؟ هنتكلم نبذة صغيرة على تاريخ الشارع البطنية. احنا دلوقتي في قلب القاهرة القديمة في شارع اسمه البطنية. الشارع ده اتسمى كده نسبة لطائفة البطنية اللي كانت موجودة في العصر الفاطمي، لكن مفيش تحديد لسنة معينة. الطائفة دي كانت بتؤمن بالتفسير الباطني أو التفسير الرمزي للنصوص الدينية. مع مرور السنين الشارع بقى ليه سمعة مختلفة، وتحديدا في الستينات وأوائل السبعينات، والموضوع انتشر وكبر جدا في سنة 1980 في الوقت اللي كان فيه عرض الفيلم البطنية. الموضوع انتشر والبطنية تحولت إلى وكر كبير جدا لتجارة المخدرات. لكن بعد الفترة بتاعة 1980 لحد 1990 بدأ الموضوع يهدى، وبدأت الحملات الخاصة بالشرطة والداخلية تبقى متكررة على شارع البطنية، وبدأ الموضوع يقل تدريجيا لغاية ما اختفت تماما. السلام عليكم. هي البطنية كده ولا كده؟ بطنية مش عارف، هي البطنية كده ولا كده؟ بطنية. افتح الباب صديق، افتح الباب.
هي البطنيه كده الشارع ده؟ عاوز تروح فين في الفليفة؟ عايزك اعدي في الشارع نفسه. ما ده الشارع البطنية. ده الميدان. لا وفي ميدان تاني فوق انت عاوز فوق تروح فين؟ اللي فوق. الوسعات الكبيرة ايوه زي ما انت كده. حبيبي تسلم. يبقى اللي فاتت دي الوسعايه الصغيره واللي جايه دي الوسعايه الكبيره. ده البطنيه بقى، يعني دي قلب البطنيه من جوه كده. الوسعايه الكبيره. هنا الدنيا مقفولة، يبقى هي دي الوسعاية الكبيرة بقى. هي دي. هو ده أخطر شارع في مصر. هو في وسعاية تانية صغيرة في البطنية جوه؟ تحت ها؟ أمال كده يطلعني على فين؟ الراس. لكن تحت كده الوسعاية واطلع على الأزهر صح؟ شمال كده ها؟ على طول اخر يمين يقابلك وانزل على تحت. تلاقي الوسعه الصغيره، تلاقي فيها شمال فيها يمين، تاخد اليمين على طول. ده يطلعني على واركب من هناك بقى للمترو للدراسة. اعدي الصف الثاني بقى. المترو؟ لا المترو تركب بقى الناحيه الثانيه ينزلك المترو تحت. طيب شكرا. اخر يمين ويمين تحت الوسعايه. ماشي شكرا. يبقى دي الوسعايه الكبيره والثانيه الوسعايه الصغيره. دي احنا في قلب البطنيه من جوه يعني. زقاق البطنيه. وكان الناس بيعتبروا البطنية من أخطر شوارع القاهرة، لدرجة إن اسم البطنية لما يتقال في الأفلام أو المسلسلات كان رمز لمكان مشبوه وغير أمان. لكن مع الوقت والدنيا اتغيرت والمنطقة اتطورت والصورة اللي في دماغ الناس اختلفت. النهاردة البطنية جزء من نسيج القاهرة القديمة، وشارع ليه اسم وشارع ليه تاريخ. السلام عليكم. هو كده يطلعني على الازهر. عايز اطلع على الازهر واخش شمال.
هي دي الوسعات الصغيره بتاعت البطنيه. اطلع على الازهر ازاي؟ مثلا كده السلام عليكم يا حاج. هي دي الوسعات الصغيره بتاعت البطنيه؟ دي الوسعيه الصغيره بتاعت البطنيه؟ في واحده ثانيه؟ امشي كده على طول يعني؟ ولو عايز اطلع على الازهر؟ طيب دي الوسعات الصغيره. ها؟ شكرا يا حبيبي. يا ترى هل فعلا البطنية كانت أخطر شارع في القاهرة في فترة السبعينات والثمانينات والتسعينات؟ ولا الإعلام هو اللي كبر الصورة وهول المواضيع؟ ولو الإعلام هو اللي كبر الصورة وهول المواضيع، إيه كان سبب إن هو يعمل كده؟ وهل فعلا كانت البطنية بالدرجة الكبيرة اللي كانت الناس بتتحاكى عليه؟ ولا الإعلام كان ليه سبب تاني إن هو يكبر الموضوع ويحسس الناس إن دي أخطر مكان موجود في القاهرة في تجارة المخدرات؟ اكتبوا لي رأيكم في التعليقات تحت، ولو وصلتوا معايا لغاية هنا ياريت تعملوا شير وتعملوا لايك وتشتركوا في القناة. وياريت لو تحبوا نروح شارع معين اكتبوا لي واحنا نروحوا مع بعض. شكرا ليكم وشكرا لذوقكم، شرفتوني. هو ده شارع بطنيه؟ الازهر ازاي طيب؟ هو ده السلام عليكم، ده شارع بطنيه؟ اطلع على الازهر ازاي بقى؟ شمال ولا يمين؟ الازهر في وش حضرتك على طول ده. طيب انت حضرتك شمال كده. كتر خيرك، يمين تبقى في الشارع بره. شكرا. هي البطنيه كده والدراسه كده صح؟ الدراسه والبطنيه الدراسه كده. شكرا. يمين ولا شمال؟ يا رب تكونوا اتبسطتوا من حكايه شارع. خليكم دايما معاه، ما تروحوش في اي مكان.
وبكره معانا شارع جديد وحكايه جديده، يا رب تعجبكم. انا سعيد معاكم وسعيد بكل التعليقات بتاعتكم. شكرا ليكم، شرفتوني.